هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. بما اننا خلاص في موسم الامتحانات، ففيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تخلصي ماده كامله في يوم واحد بس. ويلا خلينا نبدا. اول حاجه لازم ندور على الملخصات، سواء الملخص ده مثلا في نهايه كل فصل في الكتاب المقرر، او مثلا حد من زمايلك عامله، او مثلا ممكن تشتريه من المكاتب اللي بتكون جنب الجامعه او جنب المدرسه، لان بيكون فيها الحاجات الرئيسيه المهمه جدا اللي لازم نذاكرها كويس. كمان لازم نكتبها او مثلا نعلم عليها بهايلايتر عشان نقدر نرجع لها تاني بكل سهوله وقت المراجعه. اما تاني حاجه، نحاول ان احنا نبعد عن اي مشتتات، خصوصا طبعا الموبايل، ونحاول ان احنا نبعد عن مذاكره النت، لان ده هيخليك فعلا تنجز ويخليك فعلا انك تخلص الماده في يوم واحد بس. وتستبدل مذاكره النت انك تكتب الحاجه بايدك، لان ده هيخليها تثبت في مخك بشكل افضل. ولما تبعد عن الموبايل او عن اي مشتتات هتلاقي تركيزك اعلى، فبالتالي تحصيلك بيكون اعلى. كمان هتلاقي نفسك وفرت وقت كبير جدا كان ممكن تقضيه على الموبايل. طيب في ناس هتقول لك لا، انا لازم اذاكر من على النت لان المذاكره عليها ضروريه جدا، او في حاجات انا مش هعرف اجيبها الا من على النت. ساعتها فعلا لازم تحط في دماغك انك ما تخشش على الفيس، على الواتس، على الانستجرام، اي حاجه على السوشيال ميديا. وكمان انك تقفل الاشعارات بتاعتها وانت مثلا بتذاكر على الموبايل، لان مجرد ما هيجيلك اشعار انت حرفيا تلقائيا كده هتلاقيك دخلت عليه، وبالتالي هتضيع وقتك. تالت حاجة، حاول انك تدور على الاسئلة المهمة او على المواضيع المهمة. مثلا ممكن مدرس المدرسة قالك عليها، دكتور الجامعة، او مثلا بتتكرر في الاسئلة بتاعت الامتحانات بشكل كبير، لان الحاجات دي هي اللي انت تحتاج انك تذاكرها كويس جدا، على عكس حاجات تانية ممكن مثلا تستكفي فيها ان انت تقراها قراءة سريعة بس طبعا بتركيز. والحاجات مثلا اللي هي ممكن تكون مهمة فيها ممكن نحط عليها هايلايتر عشان تقدر ترجع عليها تاني في وقت المراجعة. رابع حاجة، لازم تاكل اكل كويس جدا، خصوصا كمان الاكل اللي هو بيكون مليان فيتامينات عشان خاطر يساعدك ان هو يديك طاقة اكبر وقت المذاكرة. كمان نحاول ان احنا نقلل الكافيين بشكل كبير جدا، لان ده اختيار مش صحي خالص وقت المذاكرة. خامس حاجة، انك تستخدم حيل للمذاكرة. دي فعلا من الحاجات اللي انا كنت بستخدمها وكانت فعلا بتفيدني وبتخليني افتكر المعلومة بشكل كبير. عشان تثبت المذاكرة اكتر، خصوصا ان انت بتذاكر المادة كاملة في يوم واحد بس، هتبقى محتاج طرق تانية ان انت تثبت بيها المعلومة اكتر من انك تبقى بتكتبها بس او بتقراها بس. زي انك مثلا تحول بعض المعلومات مثلا لقصة معينة، او بعض الخطوات مثلا لرسمة معينة، ومجرد ما هتشوف الرسمة دي او هتفتكرها هتفتكر الخطوات دي بشكل سهل جدا. سادس حاجة، لازم يكون في فترات للراحة عشان تريح عينك وتريح عقلك، لان طبعا مش من الصحي خالص انك تذاكر 24 ساعة مستمر، لان ده هيخليك بعد فترة من الوقت مش قادر تستوعب، فبالتالي تركيزك هيقل، فبالتالي تحصيلك هيقل. طب الحل ايه؟ الحل انك تذاكر 25 دقيقة وتاخد 5 دقايق بريك. طيب مثلا الخمس دقايق دول لازم ما تتشتتش فيهم خالص. انا مثلا عن نفسي كنت بطلع مثلا اشم هوا في البلكونة، انت برضو ممكن تعمل كده، تشم هوا في البلكونة، او مثلا تطلع تتكلم مع اهلك، بحيث ان الخمس دقايق يخلصوا ترجع تاني للمذاكرة فورا ل 25 دقيقة. سابع حاجة وهي المراجعة. المراجعة فعلا من الحاجات المهمة جدا، وما ينفعش تقريبا تخش الامتحان غير وانت مراجع. لازم تنظم يومك، يوم المذاكرة، ان انت لازم تحط وقت للمراجعة. ولو على الاقل يعني مفيش وقت للمراجعة، يبقى لازم ترجع تاني للحاجات اللي انت مثلا معلم عليهم بالهايلايتر او الحاجات المهمة، ولازم تراجعها. تاسع حاجة واخر حاجة هو انك لازم تحل امتحانات. طبعا حل الامتحانات ده حاجة مهمة جدا، ولازم تحل مثلا على الاقل واحد او اتنين. طبعا لو عملت كل الحاجات اللي فاتت دي مع تركيزك وقت المذاكرة، هتحاول انك تحل امتحانات بشكل كبير جدا. طيب لو انت مثلا في حاجة وقفت قدامك او اتنين، هتقدر ترجع ليهم تاني وتذاكرهم كويس جدا، ومع حل الامتحانات مرة واتنين وتكرار الاسئلة مرة واتنين، هتلاقي نفسك بتحل كل حاجة بسهولة جدا ان شاء الله. ولحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.